للنهاد لا وجود تبديلات بالنسبه لفريق الجولان، نفس الاسماء التي انهت الشوط الاول. محمد حميد في حراسه المرمى، محمود خضير، انور طرخات، محمد جاسم، كرار علي، مبايا، يوسف فوز، حسين منذور، ابراهيم الداي، طنجي، حمية، ونهاد محمد. بينما ايضا نفس الاسماء بالنسبه لنادي النفط ميسان. هنا محمد حميد يلعب الكره العاليه الطويله بنفس الاسماء. نفط ميسان ايضا يبدا الشوط الثاني. علي خالد في حراسه المرمى، محمود احمد، ايمن محمود، سيد محسن، تقي فلاح، ديمي داوود، محمد محسن، محمد سلام، علي لطيف، جعفر ناصر، وجبار كريم. هنا طنجي يلعب الكره الى منذور، منذور الى طنجي مجددا، يحاول المرور لكن ماذا هناك؟ هل هناك خطا رمي جانبيه؟ لا، رميه جانبيه، رميه جانبيه بالسلام لنهاد محمد الذي يعاني من إصابة بعد اللقطة المشتركة الأخيرة. وحسام فاضل شاهد هنا اللقطة التي كانت ما بين محمود أحمد ونهاد محمد. نعم، محمود أحمد ونهاد محمد. كانت هناك لقطة غير متعمد بالنسبة لي اللاعب محمود أحمد في اللقطة الماضية. حسام فاضل، القوانين الأخيرة التي حدثها الاتحاد الدولي الفيفا تعطي سرعة نعم باللعب من ناحية إصابة اللاعبين. وماذا هناك؟ بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على من؟ هل على نهاد محمد؟ نعم على نهاد محمد. خلاص اهدى يا نهاد، أخطأ نهاد نعم بالاعتراض، وبالتالي استحق البطاقة الصفراء. هل يبقى دقيقة خارج الملعب؟ كلام ما بين نهاد محمد وحيدر عبيد. نهاد محمد سبق ومثل نادي نفط ميسان. لحظة الاعتراض من نادي محمد على حسام فاضل، وبالتالي بطاقة صفراء على نادي محمد. هي البطاقة الصفراء الثانية على لاعبي نادي الجولان. في الشوط الأول تحصل مبايا السنغالي على بطاقة صفراء. يجب أن تبقى دقيقة خارج الملعب حتى تعود. نعم، هذه إحدى التحديثات على القانون. عندما يشعر الحكم هناك تحايل بالإصابة من قبل اللاعب يستبعد اللاعب لمدة دقيقة. وحماسين شباب. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي نفط ميسان، تلعب من علي خالد. الشوط الثاني، هل هناك فيه الأهداف؟ هل نشاهد أهداف؟ هنا رأسية من جبار لكن أقرب لطرخات، وتلعب من محمد حميد، يحاول رمية جانبية داوودة. هذا لعب الرمية الجانبية يجب أن تلعبها. نعم، في حال تركها خلاص تستبدل الفريق المنافس. نعم، التحديثات الأخيرة أعطت سرعة في الأداء، سرعة في اللعب، وخاصة نحن نحتاج السرعة في لعب الكرات في دورينا. رمية جانبية داوودة، محمد محسن لداوودة مجددا، داوودة أمام محمود خضير، هل ينجح بالمرور؟ داوودة يلعبها للخلف إلى تقي فلاح، يلعبها بالقدم الغير مفضلة لا جبار، لكن رأسية طرخات. ماذا هناك؟ هناك خطأ بعد الكرة المشتركة ما بين طرخات وجبار كريم. شاهد اللقطة، خطأ الآن لمصلحة نادي الجولان. طرخات اللاعب المغربي 28 عام، ثالث نادي عراقي مثل طرخات بعد الزهراء والقرمة.
والآن مع الجولان. طرقات يلعبها لمنذور، حذار يا منذور، رأسية مجددا لكن طالت على كرار علي. أخطأ منذور باستلام الكرة. محمود أحمد يلعب الرمية الجانبية، يحاول الآن علي لطيف، وهناك خطأ. هناك خطأ لمصلحة فريق الجولان. 6 دقائق مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي على أحداث الشوط الثاني والتعادل السلبي لغاية الآن. النتيجة الأسوأ في عالم كرة القدم. الأهداف هو ملح كرة القدم. نعم. منذور لكرار، كرار علي يحاول المرور، كرار مهارة جميلة من كرار وصلت إلى منذور، لكن هناك خطأ على علي لطيف. خطأ عديدة في الدقائق التي مرت من الشوط الثاني على لاعبي الفريقين. هذا علي لطيف لاعب مهم جدا، انتقل من نادي نفط ميسان، هو علاء سعد من اللاعبين المؤثرين جدا، لاعب مهم جدا لديه 7 أهداف الموسم الماضي بالنسبة لنادي نفط ميسان. خلاص نحن في عصر الاحتراف. محمد حميد يلعب الكرة لمحمود خضير، إلى بوحة، قطعت من داوودة. محمد محسن يحاول الآن فريق نفط ميسان إلى تقي، أمامية من تقي باتجاه جبار، لكن محمد جاسم مان تو مان مع جبار كريم. مباراة داخل مباراة ما بين الثنائي جبار كريم ومحمد جاسم. ركنية الآن لمصلحة نادي نفط ميسان، فرسان المملكة. على لعب الركنية داوودة يلعب الكرة على اتجاه علي لطيف، هنا رأس من علي لطيف لكن سهلة لدى محمد حميد يلعبها بعيدة بسرعة بحثا عن الهجوم مرتد إلى يوسف فوزي مع الكرة. يوسف الذي انطلق ما زال يحتفظ بالكرة بحثا عن الزملاء. وصلت الآن إلى يايا لنداي يسقط، لكن الجولان لغاية الآن لم يسقط، ما زال يحافظ نتيجة التعادل. أكيد الجولان يعود إلى الفلوجة بنقطة المكسب، وخاصة تتكلم عن فريق أول مباراة له في دوري نجوم العراق، مباراة تاريخية اليوم بالنسبة لهذا النادي، نادي الجولان. داوودة يلعب الكرة العالية اتجاه محمود أحمد الذي دائما ما يتقدم إلى الأمام. محمود أحمد مع الكرة، محمود بحثا عن المرور من أمام كرار علي، تمريرة جميلة، يحاول علي لطيف تحضير الكرة داوودة لعلي لطيف إلى محمود. الله مثلث جميل، تيكي تاكا جميلة من فرسان المملكة ما بين داوودة وعلي لطيف ومحمود أحمد الذي صوب الكرة، لكن على ما يبدو الكرة اصطدت. نعم، ركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. شاهد التمريرات ما بين داوودة وعلي لطيف ومحمود أحمد، لكن تصويبة محمود أحمد اصطدت باللاعب طرقات وإلى الخارج. ركنية الآن لمصلحة نادي نفط ميسان لفرسان المملكة. لعبت سريعا لجعفر ناصر، جعفر مار يلعب الكرة واصطدت بكرار علي إلى الخارج. هذا هو جعفر ناصر، يمتلك المهارة ويمتلك السرعة، واصل طويلة مع نادي نفط ميسان، وأيضا استدعي لفترة من الفترات للمنتخب الأولمبي. تقي فلاح على لعب الركنية، يدافع اليسار. تقي فلاح، الركنيات تتوالى لمصلحة نفط ميسان لكن دون استثمار. هل تستثمر وتستغل هذه الركنيات؟ تقي فلاح يلعب الركنية العالية لكن ممتاز محمد حميد. ساسوكي معروف تماما بالكرات العالية. نعم مثل ما ذكرت، اضافه هذا الحارس لنادي الجولان. خطأ الآن لمصلحة محمد حميد. هذا حسين منذور أضاع كرة هدف محقق في بداية الشوط الأول. طرقات ماذا تفعل محمد حميد بدون فلسفة زائدة، يلعب الكرة العالية، رأسية من تقي فلاح ورأسية أخرى من محمود، أقرب له يوسف فوزي، قطع الكرة يوسف فوزي، يلعبها باتجاه نهاد محمد يحاول المرور والانطلاق من حسين محسن، لكن حسين محسن ممتاز حسين محسن الذي أبعد الكرة
إلى ركلة ركنية. انطلاقات سريعة من هذا النهاد، من هذا الخطير الذي يحاول المرور، لكن حسين محسن شاهد كيف أبعد الكرة في اللحظة المناسبة من أمام أقدام نهاد محمد. ركنية هذه المرة لمصلحة نادي الجولان. الجولان يحاول الوصول، يحاول تسجيل هدف سوف يكون تاريخي لنادي الجولان. هل يحضر هذا الهدف في هذا اللقاء؟ تلعب الركنية من اللاعب الموريتاني. ماذا تفعل يا مباي؟ يا مباي الذي حاول في الكرة لكن بعيدة تماما. محمود أحمد متعصب، هذا العصبية. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي شاهد. لقطة وحاول معها يايا لكن إلى الخارج من السنغالي طنجي الموريتاني تخصص الكرات الثابتة. علي خالد يلعب الكرة العالية الطويلة. طرخات، ابعاد للكرة من طرخات عالية. نهاد محمد يحاول استلام الكرة لكن ايمن محمود موجود في التغطية الى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي الجولان. بدأ يصل الى منطقة جزاء فريق نفط ميسان. نعم، بحثا عن الخطورة، بحثا عن صناعة الفرص، وبحثا عن هز الشباك. لكن لغاية الآن الشباك نظيفة، شباك الفريقين نظيفة. بالسلامة لجعفر ناصر. درجة الحرارة عالية، اللهاب وبداية الدوري، فالأمور البدنية ليست بأفضل أحوالها. الدوري في الجولة الأولى والفريقان يعانيان من عدم جاهزية عديد من اللاعبين. نادي الجولان لديه 5 إصابات: أحمد إبراهيم، شهاب رزاق، عمر عبد المجباس، حمزة عدنان ومحمد سعيد، إضافة إلى عدم وصول محترفين 2. وأيضا بالنسبة لفريق نفط ميسان يعاني من عدم جاهزية وعدة إصابات. هذه اللقطة التي كانت ما بين الطرخات وجعفر ناصر، شاهد اللقطة والاحتكاك. نعم كان موجود. بالنسبة لنادي نفط ميسان بيها سرعة عدم وصول لغاية أحمد بيها سرعة. هذه يلا سبع عدم وصول، خطأ في الاستخدام من أجل تسجيله. كذلك الشيخ كيتا لاعب من جمهورية مالي الذي وصل يوم أمس بالنسبة لفريق نفط ميسان. إضافة إلى إصابة حسين مطر وعدم جاهزية مهند حبيب، لكن مهند حبيب موجود في دكة البدلاء. السلام لجعفر ناصر. رمية جانبية، كرار علي يلعب رمية جانبية. منذور إلى الخارج. نعم أيضا جعفر ناصر يجب أن يبقى دقيقة خارج الملعب حتى يعود. خلاص تم تطبيق القوانين. وأيضا هناك طبعا تطبيق الفار في حالة البطاقة الصفراء الثانية، وشاهدناها في مباراة الأرجنتين وسويسرا عندما الفار أشار بالبطاقة الصفراء الثانية. نعود إلى المباراة مجددا أحبتي المشاهدين. 60 دقيقة والتعادل السلبي ما بين نفط ميسان والجولان في افتتاح دوري نجوم العراق لهذا الموسم. لكن نهاد محمد يحاول استلام الكرة وتمريرة إلى كرار يحاول المرور. مر كرار، عدى كرار، والكرة والإبعاد من علي خالد، وإبعاد آخر من محمود أحمد. وصلت إلى داوود يحاول، وهناك خطأ على محمود خضير، وداوود يطالب بالبطاقة الصفراء على محمود خضير. نعم بطاقة صفراء على مدافع يمين فريق نادي الجولان، أي البطاقة الصفراء الثالثة. مباي ونهاد محمد ومحمود خضير. حاول إيقاف داوود. يعرفون تماما لاعبي نادي الجولان أن خطورة فريق نفط ميسان تأتي من داوود. شاهد اللقطة والإعاقة. نعم موجودة، نعم الإعاقة موجودة وواضحة تماما
شاهد هنا كرار علي والمرور الجميل من مدافع اليسار، وحاول لعب الكرة العرضية لكن علي خالد، نعم علي خالد كان بتركيز عالي وكبير جدا. علي خالد يلعب الكرة العالية، عالية وطويلة من علي خالد إلى محمد حميد، من حارس إلى حارس. محمد حميد إلى طرخات، محمد جاسم إلى محمد حميد، حذار يا محمد حميد، حذار يا محمد حميد. كرار علي يضغط إلى الأمام، يضغط إلى أمام فريق نفط ميسان بحثا عن افتكاك الكرة، ومحمد حميد مرة أخرى يفعلها بنفس الطريقة. حذار يا محمد حميد، وتمرير الطرخات تصطاد بجعفر ناصر إلى الخارج، إلى الخارج، رمية جانبية. كرار إلى طرخات، إلى يايا إلى يوسف فوزي، يوسف فوزي قطعة الكرة عدد داوودة تمريرة إلى جبار، وتصويبه اصطدت محمد جاسم. عادت مجددا لمصلحة نفط ميسان، محمود أحمد، محمود يلعب الكرة العرضية الأرضية، ومرت كرة عرضية خطيرة جدا. نعم محمود أحمد لعب الكرة بطريقة ذكية جدا، يعني احتاجت إلى لمسة من جبار كريم لوضعها في الشباك. حتى على المدافعين صعبة هكذا كرات، لكن مرت وعدت وذهبت إلى الخارج، إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الجولان. ونهاد محمد يتكلم مع اللاعبين، وصلت إلى يايا تمريرة طويلة وعالية أقرب لعلي خالد. الوضع الهجومي لفريق الجولان ليس كما كان في الشوط الأول. نعم في الشوط الثاني أنياب سود الفلوجة ليست بتلك الأنياب البارزة. وهنا الخطورة إلى جبار كريم بالقرب من محمد جاسم، ماذا تفعل يا جبار؟ كرة عالية باتجاه جعفر ناصر، ولكن الكرة خرجت. نعم الكرة خرجت ومن ثم عادت إلى الملعب. الكرة إلى الخارج، ركلة مرمى. شاهد هنا جبار كريم لم يكن متسلل جبار كريم، وهنا لعب الكرة العالية. نعم خرجت ومن ثم عادت، وركلة مرمى واضح حسب إشارة الحكم المساعد الثاني صفا جاسم. ركلة مرمى، محمد حميد يطلب من اللاعبين تقدم إلى الأمام، يلعب الكرة طرخات إلى كرار وصلت الآن منذور إلى يايا، طالت على كرار إلى الخارج، رمية جانبية. السنغال لديه 5 أهداف هناك في الدوري الليبي، شارك في 20 مباراة، وأيضا يمتلك 5 مباريات دولية مع المنتخب السنغالي. رمية جانبية الآن، لعبت سريعة بن طنجي، يوسف فوزي إلى يايا، لكن قطعت محمد محسن. عادت سريعة لمصلحة نادي نفط ميسان، الأفضلية واضحة لمصلحة نادي نفط ميسان، لكن الخطورة ليست بتلك الخطورة الكبيرة. نعم حصلوا على ركلات ثابتة، على ركلات ركنية، لكن لم تكن خطيرة. هنا تمريرة جميلة لكن قطعت، عادت لمصلحة نادي الجولان بحثا عن المرتدة، بحثا عن كرة مرتدة. يحاول السنغالي إبراهيم، قطعت، عادت مجددا لمصلحة نادي نفط ميسان. داوودة من جديد إلى جبار، لكن قصيرة، قطعت من محمود خضير، وهناك خطأ. نعم خطأ على جبار. محمود خضير يعاني أيضا من إصابة. شاهد هنا اللقطة، حذاري يا جبار كريم، لديك بطاقة صفراء، هل يتدخل الفار أم ماذا؟ لديك بطاقة صفراء يا جبار يا كريم، والفار يتدخل في منح البطاقة الصفراء الثانية. هل هناك كلام من الفار لحكم اللقاء بالعودة للقطة بانتظار ما هو قرار الحكم النهائي؟ بالسلامة للاعب إبراهيم نداي السنغالي.
عمار سلام سبق وأن لعب ضد نفط ميسان عندما كان مدربا لنادي السياحة وفي بطولة كأس العراق، وكانت الخسارة 3-4، لكن ليس في هذا الملعب وإنما في ملعب المجر، في ملعب المجر كما يقول أهل العمارة حتى ما يسألون علينا. قضاء المجر الأغطية الجميلة، لا هي العمارة كلها جميلة كلها حلوة، مجر سلام ميمونة. أيضا الآن لهوار انتعشت بالمياه، وبالتالي نتمنى أن يكون قادر على استئناف اللقاء إبراهيم النداي الذي تعرض إلى إصابة. نتمنى السلامة لجميع الموجودين في ملعب ميسان الأولمبي. تلعب الكرة العالية هنا الرأسية من جديد، تقف فلاح إلى داوود يلعب الكرة باتجاه جعفر ناصر وكرار علي، لكن كرار ممتازة التغطية من كرار علي إلى الخارج. ركنية أخرى لمصلحة نادي نفط ميسان. 4 ركنيات لغاية الآن لنفط ميسان في الشوط الثاني. إلى محمود أحمد، هل يلعبها إلى جعفر ناصر أم يمر محمود يبحث عن زاوية التصويب، قطعت من يوسف فوزي، عادت إلى يايا مع الكرة إلى الخلف إلى محمود خضير، يلعب الكرة العالية لمن أقرب إلى تقي فلاح. إبراهيم النداي أيضا يعني ينتظر انتهاء الدقيقة حتى يعود. خلاص بعد اللاعب الذي يصيب بدون خطأ، بدون الحكم أن يحتسب خطأ للفريق المنافس، دقيقة يبقى خارج الملعب حتى يعود إلى المباراة. يعني سوف تقل مسألة سقوط اللاعبين على أرضية الملعب. محمد حميد تشتيت للكرة، والكرة إلى الخارج، رمية جانبية. محمود أحمد يلعبها سريعا إلى محمد محسن تصل الدقيقة 68 ولا نشاهد تغييرات لا للجولان ولا لنفط ميسان. سيد محسن قطع الكرة لعلي خالد، يضغط إبراهيم، لكن علي خالد يلعب الكرة العالية هنا الرأسية. علي لطيف طالت على علي لطيف، عادت لي طنجي إلى يايا لمحمد جاسم، تمريرات قصر لمصعد نادي الجولان. يوسف فوزي يحاول المرور من أمام محمد سلام، ما زال احتفظ بالكرة كثيرا ولعبها للخلف إلى يايا إلى محمود خضير، حافظ على الكرة بصورة ممتازة لكن تمريرة غير ممتازة بالمرة، وكرة خاطئة. علي لطيف يلعب الكرة لكن طرخات الأسد المغربي مع سود الفلوجة، تلعب الكرة يحاول نهاد محمد ولكن أيمن محمود، وهناك خطأ دفع من إبراهيم النداي من السنغالي على التونسي. صراع أفريقي هناك في مدينة العمارة في ملعب ميسان الأولمبي. شاهد اللقطة والدفع كان موجود، نعم الدفع كان موجود على أيمن محمود، وخطأ لمصلحة نادي نفط ميسان، خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان. هذه اللقطة نهاد محمد مع أيمن محمود، والحكم عصام فاضل يقول خطأ لمصلحة أيمن محمود التونسي. ونذهب إلى التوقف من أجل شرب المياه والراحة. ريشن بريك.
هنا تبديل لمصلحة نادي الجولان. دخول اللاعب محمد عبد الله بديلا لحامية طنجي. أولى التبديلات لأنمار سلام. دخول محمد عبد الله الذي انتقل في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي من نادي زاخو، وتم تجديد العقد له في هذا الموسم. الكرة الآن من داوود إلى الخارج. أولى التبديلات بعد مرور 71 دقيقة شاهدناها من الجولان. هل هناك تبديل قادم بالنسبة لنادي نفط ميسان؟ رمية جانبية محمود خضير إلى نهاد محمد، يحاول الآن يايا إلى محمد عبد الله، وصلت الآن إلى يايا مجددا محمد عبد الله الذي ذهب في جهة اليمين، وأتى إبراهيم نداي في جهة اليسار. تغيير أيضا على مستوى مراكز اللعب. نهاد محمد الله على المرور الجميل. لعب الكرة الآن ليوسف فوزي. يوسف فوزي بالقرب من محمد عبد الله. محمد لا يوسف، يحاول يوسف المرور، يلعب الكرة العرضية الأرضية، وهنا الإبعاد. وصلت محمد محسن إلى علي لطيف. علي لطيف تمرير الآن لمحمود أحمد. إلى من؟ إلى جبار. جبار كريم، يحاول جبار تمرير لمحمود أحمد، لكن ممتازة، وهناك خطأ على محمود. خطأ على محمود أحمد في هذه اللقطة لمصلحة اللاعب أنور طرخات. دخول قوي كان محمود أحمد في هذه اللقطة. شاهد نوع من التهور من محمود أحمد على اللاعب أنور طرخات. أيضا هنا دخول اللاعب أيمن الصفاقسي بديلا لجعفر ناصر. التونسي أيمن صفاقسي يدخل الآن نعم بديلا لجعفر ناصر. أيمن صفاقسي 31 عام، قادم من نادي ديالى، لعب لأندية عديدة في تونس، أولمبيك سيدي، النجم الساحلي، الملعب التونسي، وأيضا احترف مع مودرن سبورت في مصر ومع نادي العربي الكويت. السلام لأنور طرخات. منظر جميل في ملعب ميسان الأولمبي هناك في محافظة ميسان العزيزة، لكن المدرجات خاوية من الجماهير. لماذا جماهير مدينة ميسان؟ كنتم ملح هذا الملعب، كنا نسمع أصواتكم، أناشيدكم، أهازيجكم تتغنى بنادي نفط ميسان. لماذا هذا العزوف عن الحضور؟ نتمنى أن نشاهدكم في المباريات القادمة. أكيد نادي يمثل محافظة بأكملها، ونتمنى أن نشاهد الجماهير تعود من جديد لتعطي الروح والحياة. النقاش ما بين دفاعات منتخبنا الوطني السابقين حيدر عبيد وعلي رحيمة، نقاشات مستمرة. أيضا حتى أنمار سلام كان مدافع يسار وقلب دفاع. كرة عالية للخارج، رمية جانبية لمصلحة النادي نفط ميسان. ربع ساعة أخيرة على نهاية أحداث هذا اللقاء، والتعادل السلبي لغاية الآن. علي لطيف يحاول، لكن راسية والإبعاد من يايا. محمود أحمد على لعب رمية جانبية لعلي لطيف. علي لطيف إلى صفاقسي. محمود أحمد مجددا يحاول الآن فريق نفط ميسان. صفاقسي ومحمود، تمريرات قصيرة، تغيير اللعب هناك لجهة اليسار. تقف فلاح إلى داوود بالقرب من محمود خضير. قاطع الكرة محمود، لعب لمحمد جاسم. محمد جاسم تمريرة أمامية أقرب لمحمود. أيمن محمود مع الكرة. أيمن محمود نفط ميسان حاول الآن تمريرة باتجاه جبار كريم بالقرب منه أكيد محمد جاسم. جبار لم يلحق بالكرة، والتعب على ما يبدو أخذ ما أخذه من جبار كريم. نعم، جبار كريم حاول في الكرة الأخيرة. رمية جانبية محمود خضير على تمرير الرمية الجانبية. محمد جاسم
كرة عالية وطالع محمد جاسم اتجاه نهاد محمد، نهاد وايمن، الغلب لايمن. محمد محسن لمحمود، محمود احمد الى صفاقسي، مقطوعة من ابراهيم، وصلت لكرار علي، كرار علي لابراهيم، ابراهيم تمر من اللمسة الواحدة لكن قطعة من محمود. نعم كرة عالية، محمود خضير بالراس، اقرب لها داوود يحاول الان فريق نفط ميسان. هل هناك هدف قاتل لنفط ميسان او للجولان؟ اتوقع هناك هدف قاتل. كرة الان يوسف فوزي يلعب الكرة العالية باتجاه نهاد محمد، نهاد يحاول المرور من امام حسين محسن، نهاد محمد يلعبها للخلف الى ابراهيم الى نهاد مجددا، ابراهيم تمريره لكن اصطدت بيوسف فوزي والى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة فريق نفط ميسان. تلعب سريعا، كرة عالية وطويلة، كرار علي إلى محمد جاسم لمصلحة الجولان. جولان يبحث عن الهجمة المنظمة والتمريرات القصيرة. يوسف فوزي تحول بالكرة بصورة جميلة من الدفاع للهجوم، وصلت لمحمود خضير إلى يايا مباي إلى منذور إلى كرار الابراهيم مجددا. مصلحة فريق الجولان يستحوذون على الكرة لكن دون خطورة. هنا التمرير الوجود للخطأ، والكرة الخطرة للنهاد، تمريرة عرضية لكن مرت على محمد عبد الله وعلي خالد. ممتاز الانقاذ من علي خالد من امام محمود خضير. كرة خطيرة كانت. نعم قبل قليل ذكرت ان هناك استحواذ لكن دون خطورة تذكر. تمريرة وصلت لعلي لطيف من امام يايا، تمريرة الى داوودة لمصلحة نادي نفط ميسان، ديمي داوودة الى صفاقسي لكن طويلة على صفاقسي، اقرب الى ساسوكي. محمد حميد الى كرار، شاهد نهاد محمد والتمريرة الجميلة باتجاه محمد عبد الله لكن مرت وكانت متابعة من محمود خضير لكن علي خالد بفدائية كبيرة وانقاذ من امام محمود خضير. كرة الان لمحمود احمد، تغيير اللعب من محمود بصورة جميلة الى تقي فلاح. هل هناك هدف قاتل؟ تلعب الكرة الان ومحمد حميد اقرب الى يوسف فوزي مع الكرة. يوسف يحتفظ بالكرة كثيرا. نعم يوسف فوزي، ما زالت الكرة مع يوسف، يلعبها الى يايا مباي، محمود خضير الى طرخات، يحاول المغربي، تمريره لنهاد من امام حسين محسن لكن قطعت من حسين محسن الى رمية جانبية. محسن يستطيع اللعب كقلب دفاع وايضا كمدافع يمين. اللقطة ما بين حسين محسن ونهاد محمد. هل هناك تبديل آخر في العشر دقائق المتبقي على نهاية اللقاء؟ نهاد محمد يحاول قطعة الكرة، حسين محسن يلعب الكرة العالية الطويلة باتجاه جبار كريم لكن أين جبار؟ الأقرب طرخات إلى يايا إلى يوسف فوزي. محمد جاسم، بدأ فريق الجولان بالاستحواذ على الكرة، وصلت الآن محمد عبد الله، محمد جاسم، طرخات مجددا. مباراة فيها طابع تكتيكي واضح تماما، فريقان لا يريدان الخسارة. فريق نفط ميسان في ملعبه أكيد يعني صعب جدا أن يخسر في أولى المباريات في ملعبه في ميدانه. هنا التمريرة الأمامية باتجاه جبار كريم وابعاد من محمد جاسم في اللحظة المناسبة. ماذا هناك؟
هل كان هناك تسلل أم ماذا؟ وروح رياضية كبيرة، روح رياضية كبيرة من محمد حميد. السلامة لجبار كريم. هنا اللقطة المشتركة ما بين محمد جاسم وجبار. نعم، ومحمد جاسم أبعدها من أمام اللاعب جبار كريم. خطيرة كانت. السلامة لجبار كريم، يعاني من شد. هنا تبديل. فقار، نعم فقار عبد، موسم ثاني مع نادي النفط ميسان. وايضا اللاعب علاء رحمن القادم من نادي عفج. السلام لجبار كريم. علاء رحمن بديل الجبار كريم هذا من نادي عفج. وفقار عبد بديل بديلا لعلي لطيف. تبديلات هجومية بالنسبة للكابتن حيدر عبيد. نعم كان متسلل جبار كريم. تلعب الكرة طرخات. طرخات مجددا، يضغط فقار على طرخات. الحسين منذور إلى محمود خضير. محمود يلعب الكرة باتجاه نهاد، لكن حسين محسن قطع الكرة. يايا، ماذا هناك يا يايا؟ خطأ على اللاعب أمباي. يايا لديه بطاقة صفراء. حذاري حذاري يا يايا. هنا اللقطة بين هناك تبديل ايضا لنادي الجولان. اللاعب مؤمل محمود قادم من نادي الكهرباء، سبق ولعب لمنتخب شباب العراق ولعب مع نادي ليجانيس الاسباني. بديل لمن؟ مؤمل محمود. كرة الان عالية وطويلة. هنا الرأسية، مؤمل يحاول محمد عبد الله الى يوسف فوزي. كرة العالية باتجاه نادي محمد السريع، لكن ممتاز حسين محسن قطع للكرة بصورة جميلة. هنا ماذا تفعل محمد محسن؟ قطعت وافتكت. تلعب الكرة السريعة لنهاد يحاول المرور، وهناك قطع على محمود أحمد. ومحمود أحمد يتحصل على البطاقة الصفراء. محمود أحمد بطاقات صفراء كثيرة شهدها اللقاء الأول للفريقين. ثالث بطاقة صفراء على فريق نفط ميسان، جبار كريم ومحمد سلام ومحمود أحمد. هنا اللقطة بطاقة صفراء مستحقة له. كرة خطيرة، كرة ثابتة قريبة جدا من منطقة الجزاء. كرة ثابتة الآن لمصلحة نادي الجولان. أقل من 4 دقائق على نهاية 90 دقيقة. هل هناك هدف قاتل في هذا اللقاء؟ هل يأتي الهدف عن طريق هذه الكرة الثابتة
أم تبقى النتيجة بالتعادل السلبي بدون أهداف؟ نهاد محمد هل يلعب باتجاه المرمى؟ نهاد محمد هل يلعب باتجاه المرمى واصطدت وركلة جزاء. ركلة جزاء عصام فاضل لا يتردد باحتساب هذه الركلة. أول ركلة جزاء لنادي الجولان في دوري نجوم العراق، وعصام فاضل يقول له نعم لقد رفعت يدك أيها التونسي أيمن صفاقسي الذي دخل بدل في الشوط الثاني ويتسبب بركلة جزاء. هل تكون تاريخية لنادي الجولان بتسجيل أول الأهداف؟ هنا نهاد محمد لعب الكرة الثابتة واضحة تماما، رفع اليد، حتى محمد سلام زعلان ومعصب على تصرف أيمن صفاقسي برفعه لليد بصورة غير صحيحة بالمرة. نعم الوضع التشريح لليد غير طبيعي بالمرة يا التونسي يا أيمن يا صفاقسي. وعلي خالد ونهاد محمد نعم الموسم الماضي كانوا سوية في نادي الكهرباء. علي خالد كان حارس نادي الكهرباء ونهاد محمد مهاجم نادي الكهرباء. من سوف يصوب نهاد يوسف فوزي؟ على ما يبدو يوسف فوزي. نعم يوسف فوزي أمام علي خالد، يوسف فوزي أمام التاريخ، يوسف فوزي أمام لحظة تاريخية لنادي الجولان. وعصام فاضل يطلب من اللاعبين عدم الدخول حتى بعد التنفيذ. نعم يجب أن تلمس الكرة وبعدها ادخل المنطقة. ها هو يشرح لهم يوسف فوزي أمام علي خالد، يوسف من أجل التاريخ وعلي خالد من أجل الإنقاذ. يوسف فوزي الله يا علي يا خالد، وما زالت والابعاد من محمود احمد. وصلت الان الكره والابعاد. الله يا علي يا خالد، انقاذ وتصدي رائع. علي خالد ينقذ فريقه من هدف قاتل. وركله جزاء ضائعه على الجولان. يوسف فوزي صوب الكرة، سدد الكرة، لكن علي خالد في تمركز سليم وإنقاذ وحرم الجولان من دخول التاريخ. حرم الجولان من لحظة تاريخية. هل يندم الجولان على ضياع هذه الركلة؟ هل هناك ردة فعل؟ هنا التمريرة وعلي خالد على طريقة مانويل نوير. كرة الآن لمصلحة تقي فلاح، تقي لمحمد محسن. خلاص الثواني الأخيرة على نهاية 90 دقيقة. تلعب الكرة العرضية والإبعاد من محمد جاسم. عادت مجددا لمصلحة فريق الجولان. شاهد رأسية علي خالد نعم على طريقة نوير. تغيير اللعب هنا محمود أحمد لعب الكرة إلى صفاقسي. عليك اليوم أن تعزم علي خالد بعدما أنقذ هذه الركلة. نعم عليك أن تعزمها على عشاء فاخر هناك في مدينة العمارة. هنا الرأسية وطرخات والإبعاد والتشتيت. 5 دقائق كوقت محتسب بدأ عن الضاع. كرة الآن والمحاولة. ماذا هناك خطأ لمصلحة نادي الجولان، لمصلحة اللاعب أمبايا السنغالي. تلعب الكرة العالية. يوسف فوزي وهناك خطأ. يوسف فوزي يطالب بالبطاقة الصفراء. أول ركلة جزاء ضائعة في دوري نجوم العراق.
الدقيقة الثانية وبطاقة صفراء على محمد محسن. خطأ لا لمصلحة نادي الجولان. شاهد اللقطة. الجولان في مباراته القادمة سوف تكون مع نادي الكاف، بينما نفط ميسان سوف يستقبل نادي النفط. ميسان يلعب في ملعبه في الدور الثاني، بينما الجولان يستقبل أولى مبارياته في ملعبه نادي الكاف. كرة الآن حسين منذور، مر حسين منذور وهناك خطأ. هناك خطأ على اللاعب على رحمن دخل بديل الجبار كريم، وايضا بطاقه صفراء، ايضا بطاقه صفراء اخرى. بطاقه صفراء كثير، خامس بطاقه صفراء على لاعبي نادي نفط ميسان. شاهدون اللقطه، اخذ من الخلف وبالتالي بطاقه صفراء. خروج ناجح من علي خالد، نجم المباراه بدون منازع. نعم، نجم المباراة بدون منازع إذا ما انتهت النتيجة بالتعادل السلبي. هنا التصدي الأبرز، هنا التصدي الأبرز من علي خالد. صفاقسي يحاول الآن، وصلت يوسف فوزي إلى نهاد محمد. نهاد يحاول نادي الجولان لكن قطعت الكرة. داوود مع الكرة، يمر الآن إلى فقار عبد، يحاول فقار تمرير الآن على رحمن لكن طرخات بعد الكرة. ندخل الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدأ الضائع. يوسف فوزي يلعبها إلى كرار الطرخات مجددا إلى كرار، تمريرات قصيرة. يوسف تمريرة عالية، هنا الرأسية بعد من حسين محسن ومحمود أحمد إلى الخارج. رمية جانبية على ما يبدو يسجل التعادل السلبي الأول في دورينا. دقيقة متبقية فقط على الخمس دقائق المحتسبة. محمد حميد يلعب الكرة العالية، هنا الرأسية من حسين محسن خطأ على اللاعب محمد عبد الله. خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان. خلاص الحكم ينهي أحداث هذا اللقاء بالتعادل السلبي حبايب ما بين نادي نفط ميسان ونادي الجولان. نقطة لفرسان المملكة ونقطة لأسود الفلوجة الذين أضاعوا ركلة جزاء عن طريق اللاعب يوسف فوزي. أحبتي المشاهدين، تقبلوا تحياتي معلق اللقاء على عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.